لكل مسلسل حكاية ولكل حكاية ملخص. تاني يوم رن وتشون بيقعدوا يفكروا هيجيبوا فلوس منين علشان يدفعوها البنك مقابل مساعدته ليهم بطرد الشبح. والموضوع بيسود في وشهم أكتر لما بيعرفوا إن المسؤولين اللي في الكلية قفلوا الموقع بتاعهم، وكمان طردوهم من سكن الكلية اللي كانوا قاعدين فيه. فرن وتشون بيضطروا إنهم يسكنوا في مكان سعره رخيص، وبالصدفة المكان ده بيكون مسكون بالأشباح وهم ما يعرفوش. وأثناء ما هم نايمين رن بيحس بالحرارة، وعلشان كده بيسيب تشون نايم جوه وبيخرج هو ينام بره. وفجأة النور بيفضل يطفي ويشتغل لوحده، وبيظهر شبح قدام تشون اللي بيترعب ويطلع يجري، لكنه مش بيقدر يفتح الباب لأنه مقفول بالترباس. وفجأة الشبح بيمسك فيه ويكتفه وهو عمال يصرخ. وفي الوقت ده صاحبه رن بيسمعه وبيقوم يفتح الباب، وبيطلعوا يهربوا هما الاتنين من المكان. تاني يوم بنج بيقابل تشون ورن في الكلية وبيطلب منهم الفلوس بتاعته، ورن بيبلغوا إن يديلهم فرصة يومين علشان يقدروا يجمعوا المبلغ. وبعدين تشون ورن بيروحوا الفندق صاحبه طالب طارد أرواح علشان يتخلص من الشبح اللي موجود في الفندق. وبعد ما بيتفقوا معاه بيستعينوا ببنج علشان يطرد الشبح وياخد الفلوس بتاعته. وأثناء ما بنج بيستكشف المكان بنلاحظ إن هنج بتكون موجودة في الفندق وهي نايمة على الأرض، وبتكون جاية علشان تساعد بنج، لكن بسبب البيرة اللي شربتها سكرت وما بقيتش قادرة تتحرك. وفجأة بنج بيسمع صوت الشبح اللي موجود في الفندق، واللي بيقرب من هنج وبيكون عايز يغتصبها. وأول ما بنج بيسمع صراخ هنج بيروح لها بسرعة علشان ينقذها، وبيهجم على الشبح اللي بيكون مهووس بجمال هنجي. وفي وسط ما المعركة شغالة هنج بتشرب عصير علشان تفوق من تأثير البيرة، وبعدها بتروح تهجم على الشبح، لكنه بيقدر يتغلب عليها وبيرفعها في الهوا وهو بيحاول يقبلها بأي طريقة. وأول ما بنج بيشوف المنظر ده بيغير على هنجي وبيروح علشان يهجم على الشبح، لكن بدون فايدة لأن الشبح ده بيكون عملاق ومفيش حاجة مقصرة فيه. وفي وسط ما الشبح بيضرب بنج، هنج بتشوف طعنة في صدر الشبح وبتعرف إن هي دي نقطة ضعفه. ولما بتبلغ بنج ما بيستناش وبيضرب الشبح بكل قوته في مكان الجرح، واللي بيتسبب في اختفائه من عالم الأحياء. وبعد ما تشون ورن بياخدوا الفلوس اللي اتفقوا عليها من صاحب الفندق، بيسددوا الديون اللي عليهم لبنج وبيحتفظوا بالباقي. ولما بيلاقوا إن الموضوع مربح بيقرروا إنهم يحولوه لشغل يكسبوا منه، وبيكونوا فريق بمشاركة بنج اللي هيكون هو طارد الأرواح الرئيسي بتاعهم. وبالفعل بنج بيوافق، لكنه في نفس الوقت بيرفض إنه ينضم لموقع الأشباح اللي يخصهم. وعلشان تشون ورن يقنعوه بالانضمام بيروحوا للبنت اللي معجب بيها واللي بيكون اسمها سيون، وبيدخلوها معاهم لموقع الأشباح علشان تخلي بنج ينضم ليهم. وبالفعل بنج بيوافق لما الموضوع بيجي من حبيبته. وبعدين المجموعة بيقرروا إنهم يتفسحوا مع بعض، ولما بيستقروا في مكان هادي بنج وهنج بيروحوا يقعدوا جنب البحيرة، وهم ما يعرفوش إن في شبح تحت المية عمال يراقبهم. ولما سيون بتقعد لوحدها جنب البحيرة الشبح بيروح يشدها وبينزلها للمية علشان يغرقها. وأول ما بنج بيشوف سيون بتغرق بيروح ينقذها بسرعة وبيطلعها من المية. ولما بيسألها عن اللي حصل بتبلغه إن في حد شد رجلها ونزلها في المية بالعافية. وساعتها بنج بيشك في هنجي إن هي اللي عملت كده لأنها بتكره سيون جدا. ولما بنج بيواجه هنجي بالكلام ده بتبلغه إنها ما تعرفش حاجة عن اللي بيقوله، ومع ذلك بنج مش بيكون مصدقها. فهنج بتتضايق منه بسبب إنه مكدبها وبتسيبه وتمشي. ولما بنج بيروح يجيب مرهم علشان جرح سيون بيعرف من صاحبة المكان إن البحيرة مسكونة بالأشباح وإن في ناس كتير ماتوا هناك. وساعتها بنج بيتصدم إنه ظلم هنجي لأن اتضح إن ملهاش علاقة بالموضوع وإنها ممكن تكون في خطر دلوقتي، فبيطلع يجري بسرعة علشان يروح لها. في نفس الوقت هنجي وهي قاعدة جنب البحيرة الشبح بيروح يشد رجلها وبيفضل ينزلها في عمق المية، وعلشان كده بيبقى صعب على هنجي إنها تتحداه. وفي الوقت ده بنج بيوصل للمكان وبينزل في البحيرة علشان ينقذ هنجي. وأول ما الشبح بيشوفه بيهجم عليه، لكن بنج بيقدر يتغلب على الشبح لحد ما بيختفي، وبيروح يخرج هنجي من المية، واللي بعدها بتترمي في حضنه وتفضل تشكره لأنه أنقذها. وبعد ما بيروحوا البيت هنجي بتحس بالتعب بسبب نزولها في المية. ولما بنج بيشوف حالتها بيقرر إنه ما يروحش الكلية علشان يفضل جنبها ويعتني بيها. وفي الوقت ده هنجي بتنام وبتحلم بذكرياتها في الماضي قبل ما تموت، لما كانت بتعدي الطريق وفي عربية صدمتها، ولما ودوها للمستشفى كان في ست عمالة تبكي عليها.
تاني يوم الفريق بيروحوا لبيت واحدة ست طالبة المساعدة، وبتحكي لهم إنها حابسة بنتها من ساعة ما بدأت تتصرف بشكل غريب. وبنرجع للفلاش باك لما الست دي كانت دايما بتزعق لبنتها بسبب درجاتها الضعيفة في المدرسة، وبعدين البنت جابت أعلى الدرجات بسبب الضغط المستمر من أمها، لكن بعدها قررت إنها تنتحر. وقبل ما تنط من على سطح البيت في شبح استحوذ عليها بسبب حالتها الضعيفة. وفي يوم أمها دخلت عليها الأوضة وشافتها وهي بتقطع كل كتب المدرسة، ولما حاولت تمنعها ما كانتش قادرة عليها. وبعدين البنت فضلت تلبس هدوم مكشوفة وتحط مكياج بكميات كبيرة، ولما أمها زعقت فيها بسبب سلوكها الغريب البنت زقتها بعيد وبلغتها إن بنتها ماتت. وبعد ما الأم مشيت ورا بنتها لحد النادي شافتها في قعدة رومانسية مع راجل سنه كبير، وده خلى الأم تتعصب وتروح تضرب بنتها بالقلم على وشها، ولأن البنت ممسوسة مش بيفرق معاها وبتفضل تضحك. وبعدين بنرجع للست دي وهي بتوضح لبنج إنها ودت بنتها لدكاترة كتير لكن بدون فايدة. وفجأة البنت بتفضل تخبط على باب الأوضة وهي بتطلب من أمها إنها تفتح الباب، وبعد ما بنج بيدخل عليها بيلاقيها قاعدة في زاوية الأوضة وبيقدر يشوف الشبح اللي مستحوذ عليها. وبعدين بتحصل معركة كبيرة ما بينهم، وشبح البنت بتقدر تتغلب على بنج بكل سهولة. ولما هنج بتحاول تساعد بنج شبح البنت بتتغلب عليها هي كمان وبتطلع تهرب من الأوضة لحد ما بتطلع على سطح البيت، والشبح اللي مستحوذ عليها بيجبرها إنها ترمي نفسها من فوق، ولسه هتعمل كده هنج بتروح تشدها في آخر لحظة وترجعها لسطح البيت مرة تانية، وبعدين بتفضل تفوقها، لكن الظاهر إن الشبح استحوذ عليها بالكامل. وفجأة شبح البنت بتقوم وبتفضل تخنق هنجي، وفي الوقت ده بنج بيوصل لسطح البيت وبيروح يشد انتباه الشبح اللي بيسيب هنجي وبيروح يهجم على بنج، وبتحصل معركة تانية ما بينهم. وعلى الرغم من مقاومة بنج إلا إن الشبح بيقدر يتغلب عليه مرة تانية وبيفضل يخنقه. في نفس الوقت بتوصل أم البنت وبتعتذر لبنتها عن كل اللي عملته معاها، وبتفضل تترجاها إنها ترجع لطبيعتها، وبالفعل البنت بتستعيد وعيها. وأخيرا الشبح بيخرج من جسمها، وده بيخلي بنج يدخل في معركة مع الشبح بحرية لأنه كان خايف على أذية البنت. وفي النهاية بينجح في ضرب الشبح وإخفائه من عالم الأحياء. وأخيرا الأم وبنتها بيتجمعوا مرة تانية وبيوعدوا بعض إنهم يبدأوا صفحة جديدة في حياتهم. وبعدين بنروح لدكتور بيطري اسمه سونج، واللي بيكون أستاذ في جامعة بنج، وهو بيفحص قطة متشردة بناء على طلب التلميذة بتاعته هيون جي. وفجأة القطة بتعوره في إيديه وبتطلع تجري. وفي نفس الليلة دي الدكتور سونج بيلاقي القطة قريبة من البيت بتاعه فبيروح يقتلها بطريقة وحشية، وهيون جي بتكون في نفس المكان وبتشوف المنظر. وبعد ما الدكتور بيمشي هيون جي بتقرب من القطة اللي ماتت وبتلاقي قلم الدكتور سونج موجود جنبها فبتاخده وتحتفظ بيه. وبعد ما هيون جي بتروح تاخد المحاضرات من صاحبتها سيون، قلم الدكتور سونج بيقع منها على الأرض من غير ما تاخد بالها، وسيون بتلاقيه وتلاحظ إن مكتوب عليه اسم الدكتور سونج، فبتروح تديهوله وتبلغه إنه وقع من شنطة هيون جي. وساعتها الدكتور سونج بيعرف إن هيون جي شافت الجريمة اللي عملها، وبيروح يقف قدامها وهي ماشية على الطريق وبيظهر لها القلم بتاعه، فهيون جي بتحس بالخطر وبتطلع تجري، لكن سونج بيقدر يوصل لها وبيفضل يخنقها لحد ما تموت. تاني يوم هنج بتروح تقعد مع صاحبتها الشبح كانج، واللي بتعرفها إنها معجبة بالدكتور سونج. وفي الليل كانج بتروح للبيت بتاعه وهو مش موجود، وبتلاقي بطاقة الطالبة هيون جي موجودة على المكتب بتاعه. وفجأة الدكتور سونج بيرجع البيت وبيبلغ كانج إنه شايفها لأن عنده القدرة في رؤية الأشباح، ده غير إنه ممسوس من الروح الشريرة، وبيفضل يخنق فيها لحد ما بتتحول لرماد وتختفي. في نفس الوقت في راجل بيكتشف جثة هيون جي اللي في الغابة وبيتصل بالشرطة اللي بتيجي تعاين المكان، وبيشكوا في الدكتور سونج لأن عربيته كانت قريبة من موقع الجريمة، لكنه بينكر معرفته بأي حاجة عن هيون جي، وبسبب عدم اكتمال الأدلة بيفرجوا عن الدكتور سونج.